شعرت بالدهشة وأنا أرى مظاهر الفرح والابتهاج لدى سكان جنوب السودان عند الإجراء الاستفتاء حول انفصالهم عن الشمال. وهذا الفرح والتفاؤل لا أساس له في نظري، فهم لم يفكروا بعد فيما سيكون عليه وضع دولتهم بعد الانفصال. فالدويلة التي ستنتج عن الانفصال عن الشمال ستكون دويلة ضعيفة مغلقة ليس لها منفذ على بحر، وسيصعب عليها تصدير منتجاتها وخاصة البترول، كما أنها ستكون عرضة لأطماع الدول الأفريقية الأخرى مثل أوغندا. والمؤكد أن سكان جنوب السودان وقعوا فريسة لدعايات الغرب التي وصفتهم بأنهم عبيد لسكان الشمال، والتي قدمت لهم وعود المساعدات، لكن الوعود الغربية لا تتحقق في معظم الأحيان. وسمعنا كثيرا عن الدول المانحة التي تقدم مساعداتها للدول الفقيرة سواء في أفريقيا أو آسيا، لكن تمر السنين ونسأل هؤلاء الدول فنجد أنها لم يصلها شيء من هذه الوعود والمنح. وهناك مثل على ذلك هو دولة تيمور الشرقية التي ظل الغرب يحرض سكانها على الانفصال عن اندونيسيا، وقدم لهم وعود كثيرة، وقدم جائزة نوبل لأحد المناضلين فيها من أجل الانفصال. وفي النهاية عندما انفصلت أصبحت دولة فقيرة ليس لها موارد ولم تصلها أي مساعدات من الغرب كما وعدوا. وإذا كان الأوان قد فات على تغيير نتيجة الاستفتاء، فالنتيجة المتوقعة هي الانفصال، فإننا نرجو الآن أن يتولى الحكم في جنوب السودان حكام عقلاء يحسنون إدارة موارد بلادهم ويحافظون على علاقات طيبة مع الدول العربية والأفريقية، وليعلموا أن هذه الدول هي الأبقى لهم، والأفضل أن تكون علاقاتهم معها طيبة من أجل مستقبل دويلاتهم الصغيرة. وعليهم أساسا أن يراعوا الاتفاقات الخاصة بمياه النيل، فهذا النهر هو شريان الحياة لكل الدول المطلة عليه. وعلى حكام الجنوب في السودان ألا ينصتوا للوساوس والتحريض القادم من الغرب، وليظلوا جزءا من المنطقة، ولتمتد الأيادي لمساعدتهم حتى يقفوا على أرجلهم وسط الدول الأفريقية وغير الأفريقية الحقيقية التي قامت والتي أصبحت عضوا في الاتحاد الأفريقي منذ وقت طويل.